أستاذ ميشيل، أنت حقيقة قصة يعني حرية وقيد. في عنا فقرة من الآخر، وأنا بالآخر بدي إياك تحكي لي وتحكي للمشاهدين قصة الطفل اللي دخلت لعنده بالزنزانة مشان تسليه، بس ما طلع عنده ولا مفردة من الحرية. كنت بفرع التحقيق العسكري، وكان فيه عنصر من الحراس اخواته 2 مساجين. فاجا مرة سألني شو اسمك الحقيقي، قلت له اسمي الحقيقي، مع انه كان هذا ممنوع، كنا نضرب احيانا يستدرجونا نقول اسمنا الحقيقي، بيضربوك اذا قلت اسمك الحقيقي، بدك تقولي رقم الزنزانة دائما. إيه لك. فقلت له علي الامان، قال عليك الامان، قلت له انا فلان، قال انت فلان، قلت له ايه، قال عم يقولون انك جاسوس اسرائيلي ولا حدا يحكي معك، ولك انت فلان، قلت له انا فلان. قال انت واللي بالطرف الثاني هنيك اكبر شجعان بالعالم، ما قدرنا ناخذ منكم شيء. قلت له مين اللي بالطرف الثاني؟ قال لي رياض الترك. كنا انا وياه بكوريدور هيك واحد. بعد كم يوم جاب لي مقص ضافير، قصة ضافيري، قال لي اوعى تطلع صوت، لانه اذا عرفوا انه نعطيكم مقص ضافير بروح 3 سنين على تدمور. بعدين صار بين فترة وفترة يزت لي تفاحة. بالاخر اجى مرة شي الساعة 3 وثلث بالليل، طبعا ما كان في ساعة، ما معي ساعة، بس سألته شو الساعة، قال لي تعا معي بس لا تطلع صوت. تقريبا تسلل انا وياه، اخذني على محل بعيد شي 40 متر، فتح باب زنزانة وقال لي فوت احكي له قصة لهالولد، ما انت مثقف، فوت احكي له قصة لهالولد. قمت عيط بالزنزانة، شفت في سيدة عمرها 26 27 سنة يمكن، متكورة على ذاتها هيك، وخافت لما شافتني فايت. طبعا لها حق تخاف لانه عندها تجربة مريرة معه. هي حملت وجابت الولد بالزنزانة. وشفت طفل عمره شي 4 5 سنوات، طفل هيك اسمراني حليوه صغير، وجهه منفخ هيك، يمكن لانه بشوف الشمس. فسلمت عليها، ما ردت، خايفة. فقلت لها يا بنتي، لانه فعلا مثل بنتي هي، شذا كانت بديك الايام بعمرها. انا مطلوب مني احكي قصة لابنك، شو بدي احكي له؟ قال يعني هيك تلعسمت كثير وخجلت، وبعدين ما جاوبتني فعليا. فقعدت قلت له كان في عصفور. قال لي شو العصفور؟ انا يعني عم بحكي قصة للطفل، بذهني فكرة الطفل المجردة، يعني انه الطفل العصفور والفارة والشمس والنهر والمي والفراشة، وقت لحالي المفردات بدي احكي له اياها. فقال لي شو العصفور؟ كيف بدي اشرح له شو العصفور؟ بعدين قال لي، قلت له عم يطير على الشجرة. قال لي شو الشجرة؟ حسيت بالورطة، وحسيت بمعنى كلمة هذا الشاب اللي ما بدي اقول اسمه لانه يمكن لساته بالامن، انه مانك مثقف وتحكي له كلمة. عم يتحداني اني اقدر احكي له قصة. فالمهم اعرف شو بدي احكي له. قلت لحالي بدي اغني له غنية هي مذكرتها بالقصة. فغنيت له غنية هذه ريما الحندقة، وبعدين غنيت له غنية ماما زمنها جاية وهيك شغلات. بعدين دقيت على الباب والدموع مليانة بعيوني، والام قاعدة على جنب، قاعدة على جنب وساتها متوجسة يعني. دقيت على الباب، بعد شوي اجا، قلت له طلعني الله يوفقك انا راح اختنق. قال ما حكيت له قصة. قلت له شو بدي احكي له؟ هذا عمره ما طالع من الزنزانة. ما هي قال لي ابدا، لا بيعرف شو العصفور، لا بيعرف شو الطابة، لا بيعرف شو الشمس، ولا بيعرف شو الشجرة، ولا بيعرف شو الهواء، ما بيعرف شيء. بعدين سألته عن الام، قال لي جابوها رهينة عن ابوها اللي هرب على عمان، ومثل ما انك شايف جابت الولد هون. من فترة اتصل فيني واحد قال لي بدي اعمل فيلم عن القصة لانه هي سوريا. الحقيقة هي سوريا كانت اللي انا بأمل من كل قلبي انها تطلع من الجو، حتى لو مرت بشوية فوضى وتعسرت شوي وتخبطت شوي وظهر فيها ظواهر غير مقبولة شوي، وهذا كله موجود ما فيني انكره. بس امام هيك حالة
أنا بزماني حكيتها بمؤتمر لحقوق الإنسان بجنيف، قاعد شي 400 واحد، ال 400 واحد بكوا رجال ونسوان. شغلة مؤسية، يعني شيء ما بيخطر ببالك هالحجم الفظيع من الظلم اللي واقع على مرأة انه ابوها هربان على الاردن. سبب سياسي. شاب ابوها اخوان مسلمين كانوا هربان على الاردن، جابوها قال لابوه يسلم حاله. استاذ ميشيل، بدي اتشكرك على كل الرسائل اللي بتحملها، على رسائل اللي فيها لا عنف، على اللي فيها حرية. بتشكرك على الساعة اللي اعطيتنا اياها اليوم. انا بدي اتشكرك كثير، وانا سعيد